السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن وفاء عامر والقصة الشهيرة المتداولة اليومين دول. صلى على النبي وكل من النبي صلى عليه، ويلا نحكي الحكاية. الحقيقة إن أنا عندي رأي مختلف في ترند اليومين دول الخاص بوفاء عامر. وقلت ترند لأن لو شفتوا فيلم ريستارت بتاع تامر هتلاقوه بيتكلم على إن الناس بتعمل أي حاجة وبتقول أي كلام عشان خاطر الترند. طبعا وفاء عامر ممثلة مشهورة وغنية عن التعريف، وجايباها من تحت قوي زي ما بيقولوا، فاستحالة هتضحي باسمها اللي ليها سنين طويلة بتبني فيه. كمان هي ست ميسورة وزوجها راجل ميسور ومنتج قد الدنيا. وفاء كانت بتساند المرحوم شيكا بكل قوتها لأنه كان صعبان عليها، وكمان لأن هو ومراته حبوها وكانوا على علاقة طيبة جدا بيها. طبعا الكلام ده معجبش ناس كتير، منهم عيلة شيكا، منهم فنانين قالوا عليها عايزة تاخد اللقطة وتعمل ترند، وغيرهم كتير قوي. بالإضافة إن أي حد ناجح بيكون ليه ناس كرهاه وكارهة نجاحه، فممكن قوي يتبلوا عليه انتقاما منه أو حقدا عليه. نيجي بقى للست اللي بتقول أنا بنت مبارك. هل ده يعقل إن واحدة زي دي، بنت رئيس الجمهورية الأسبق وكمان بنت المحترمة إيمان الطوخي؟ لو كان يا جماعة اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. لكن السؤال، يجي الأجهزة الرقابية سايبة واحدة زي دي تهطل وتخرب الدنيا على النت وتسيء لقناة كبيرة قوي؟ هل هي من الذباب الإلكتروني المدفوع ليه من جهة ما لإلهاء الشعب عن أمور كتيرة قوي؟ ولو كده ليه محدش ولو لأ ليه محدش بيقف عند حدها؟ نيجي بقى للراحل شيكا اللي بيقطعوا فيه حي وميت، وفي مراته الغلبانة اللي شيلتها تقيلة قوي ومعاها عيلين صغيرين يتامى في رقبتها وبتربي فيهم. أخيرا شغلوا دماغكم شوية يا جماعة وبلاش نبقى زي الغنم ماشيين ورا أي كلمة وورا أي حد عايز يضحك علينا. وده رأيي ورأي صغير، يعني أتمنى ينول إعجابكم. ودي أختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني وشكرا ليكم.